في يوم من أيام المدينة المنورة دخلت السبايا على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن بينهن امرأة أبهرت كل من رآها هيبة، جمال وثبات لا يشبه ثبات الأسيرات. إنها سفانة بنت حاتم الطائي. وقف الجميع مأخوذا بحضورها، لكن ما إن تكلمت حتى صار كلامها أجمل من جمالها. يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فلا تشمت بي أعداء العرب. أنا ابنة سيد قومي، كان يطعم الجائع ويكسو العاري ويفك العاني، وما جاءه محتاج إلا أعطاه حاجته مكرما. النبي صلى الله عليه وسلم سألها بهدوء الأنبياء: ومن والدك ومن وافدك؟ قالت بثقة: حاتم الطائي، وأخي عدي الذي فر إلى الشام. وهنا ظهر نور النبوة. يا سفانة، هذه صفات المؤمنين. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أطلقوها كرامة لأبيها الذي أحب مكارم الأخلاق. سفانة تطلب والنبي صلى الله عليه وسلم يفيض كرما. قالت: أأنا فقط أم قومي جميعا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أطلق الجميع كرامة لها ولأبيها. ثم قال أعظم كلمة في باب الرحمة: ارحموا ثلاثة: عزيزا ذل بعد عزه، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين الجهلاء. وهنا انسكب النور في القلوب، فبكت سفانة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلمت وأسلم كل من معها، ورد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخذ منهم. حين استعدت سفانة للرحيل قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: رجالنا يختبئون في الجبال خوفا، هل ترسل من يؤمنهم ليخرجوا ويسلموا على يديك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سأرسل معك رجلا من أهل بيتي يحمل أماني. قالت: من هو؟ فقال: علي بن أبي طالب. وهيأ لها النبي صلى الله عليه وسلم هودجا مبطنا يليق بابنة الكرام، وسارت مع الإمام علي حتى وصلت جبال طي. هناك رفع علي صوته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتج الجبل، فنزل الرجال والفرسان ورأوا نساءهم وأموالهم قد عادوا سالمين، فبكوا من الفرح ونطقوا الشهادتين. وفي ذلك اليوم دخلت قبيلة طي كلها الإسلام طوعا، وانتشر نور الرحمة في الجبال قبل أن ينتشر في القلوب. كتبت لأخيها عدي الذي فر إلى الشام تقول: يا عدي، والله ما رأيت أعظم ولا أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم، أدرك الحق وتعال. فجاء عدي والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه، وعاد سيدا مكرما وقائدا من خيار المسلمين. هذا هو الإسلام الحقيقي، دين رحمة، دين عظمة، دين عدل وكرامة.